مساء الخير. كل الشارع المصري، كل البيوت المصرية ملهاش سيرة غير مصر هتحارب ولا مصر مش هتحارب، في حرب ولا مفيش حرب. هقول لكم اخر يعني اجابة السؤال ده اخر الفيديو، بس لازم اول الفيديو اشكر فخر مصر وفخر العرب الممثل الكوميدي محمد سامي. انت ابهرتنا، انت طلعت كل اللي جوانا، ولو حد نقدك يبقى العيب فيه مش فيك. انت مصري اصيل، اخواتك ولاد عمك بيموتوا ما تقدرش تروح تهرج. ده ما يمنعش ان احنا عايشين حياتنا هنا، ده ما يمنعش ان احنا كل حاجه بنعملها عايشين حياه طبيعيه، لكن من جوانا في ألم، في غصه، في احساس عايز تعمل حاجه لابن عمك او اخوك ومش عارف. وكل واحد بطريقته. محمد سلام عبر بطريقته. انا مش ممكن ابدا اروح اضحك الناس وولاد عمي بيتقتلوا وبيموتوا وبالطريقه البشعه دي. انت فخر مصر، والله انا فخوره بيك وكنت لازم اشيد بيك في اول الفيديو بتاعي. تاني حاجه بالنسبه للمقاطعه، انا مبسوطه جدا جدا ان ستاربكس في بلاد كتير قوي اتقفل، ان ماكدونالدز بقى فاضي، ان كارفور ما فيهوش حد. كل الحاجات اللي هي مقاطعه الناس فعلا ماشيه في السوبر ماركت في اي حاجه منهم. انا طبعا دي مقاطعه ولا لا، دي داخله المقاطعه ولا لا، لدرجه في دلوقتي حاجات بتبقى مكتوبه بناخدها معانا في السوبر ماركت عشان ما نجيبش الحاجات اللي هي تبع اسرائيل او امريكا او البلاد المعاديه. طبعا انا بشجعكم واستمروا، ومن فضلكم عايزين نستمر، لانها عامله حاجه لا تتخيلوها، حاجه لا تتخيلوها. ان انا ما كنتش اتخيل ان المقاطعه تبقى بالقوه دي. انتوا فعلا اثبتوا ان انتوا والدول العربيه الاخرى، في ناس دول عربيه بتشجعنا ومعانا برضو اتقفلت فيها وواقفين معانا حلو قوي، وفي دول اجنبيه وبيعملوا مظاهرات ومقاطعين هناك وقفلوا ماكدونالدز وراحوا كسروه. ماكدونالدز وكنتاكي، كل اللي هو بيشجع اسرائيل. انا عايزه اتكلم في المنتجات المصريه اللي ارجوكم انتوا جات لكم فرصه عمركم. ما ينفعش ابدا نسكافيه مش عارفين نشرب كافي حلو من ساعه ما نسكافيه مش عارفين، يعني لازم تعملوا نفس الجوده، تعلوا الجوده بتاعتكم. انتوا دي فرصه عمركم انكم تطلعوا تبقوا نفس مبيعات نسكافيه. البيبسي يا جماعه مفيش بديل ليها في نفس المستوى. انا كان زمان عندي مشروب بحبه جدا، ما اعرفش تحبوه ولا لا، اسمه سينيكولا. سينيكولا ده كان من الحاجات كانت يعني زمان، دلوقتي رجع تاني بس رجع ضعيف جدا. ارجو ان هم يهتموا بيه، ارجو ان هم يقووه، يعملوا حاجه بديله عن السيفن اب تكون قويه وتكون يعني نفس اكيد انتوا عارفين الحاجات اللي جوه. الحاجات دي بتعمل ايه؟ الميه مش عارفين نشرب ميه، لان الميه نسله واكوافي دي طلعت مقاطعه. فطبعا احنا هنعمل ايه؟ يبقى لازم نعمل ميه حلوه، لازم في حاجات كده، حاجات حلوه قوي. والقوات المسلحه عامله ميه، الحياه مش عارفه، انا مش عايزه اقول طبعا اذكر اسامي، لان طبعا ممنوع في الفيديوهات تذكر اسامي من الحاجات دي، لكن في حاجات مصريه حلوه جدا جدا. بالنسبه انا للمقاطعه اللي قطعتني، والناس اللي مش عارفه ليه الفيديو بتاعي ما بقى بيوقفوه اول ما تلت ساعه، بعد تلت ساعه بيبتدي كل الفيديوهات يعني ما فيش شير، ما فيش لايك، ما فيش، كاني بالظبط مش موجود. تخيلوا انا الفيديو بتاعي اللي شافه 100 فرد فقط 106 حاجه زي كده. فطبعا لقيت كل الفيديوهات اللي حواليا كده، لقيت كل اللي هم بتوع اليوتيوبر بيقولوا لي احنا زيك، وبيجوا على بتتكلمي عن غزه او بتتكلمي عن اي حاجه فلسطين، انت بتتحطي في الشير بيقف طب ليه؟ انا عايزه اعرف وعايزه اسال اليوتيوب، وعايزه اسال معرفش مين المخصص. احنا بالعكس احنا قلبا وقالب مع الحكم وبندعمه وبنقول ربنا معاه. وطبعا السؤال اللي سالته في الاول وقلت في حرب ومفيش حرب والناس كلها بتسال، انا زيكم على فكره، انا حزب الكنبه والله. انا اول تتغروا فيا اقول لكم بقى لا ده في حرب اخر الاسبوع زي ما الناس بتقول، لا. انا عايزه اقول لكم حاجه،
بالنسبه للامكانيات الضعيفه وانا حاسس بالكنبه زيكم، ان انا حاسه فيه حاجه بتقول من جوايا ان للاسف الشديد ممكن يبقى في حرب. يعني احساس مش اكتر من كده، مش حاجه سياسيه يعني متخططه. لان انا شايفه ان احنا مش هنستغنى عن سينا وهم مصممين على سينا. وشايفه ان احنا صبرنا كتير واحساسنا بالقهر جامد. لكن بلدنا ما تستحملش حرب للاسف، حالتنا الاقتصاديه وحشه قوي قوي، يعني وصلت لاوحش حاجه، وبنزين غلي ولسه يعني هم بيحاولوا ان هم يقووا دائره يمنعوا عننا، هم يعني بيحطوا حوالينا كل العوائق عشان احنا نوافق على اللي هم عايزينه ونديهم سينا. وطبعا هم ما يعرفوش المصريين احنا نموت ولا نديله طرف من ارضنا، نموت كلنا ولا ندي شبر من بلدنا. وطبعا السيسي قالها كذا مره، فهل هم هيستجيبوا؟ ولو ما استجابوش النتيجه حرب. فطبعا ده اللي لازم اقوله لكم، واللي لازم كلنا نعترف بيه وندعي ربنا ان تيجي معجزه من السماء، وربنا يقف جنبنا ويقف جنب المسلمين ويقف جنب اهل غزه. بدعي لهم دايما وبنصلي لهم وبنحاول ان احنا ندعمهم بحاجات اخرى، ونوصل لهم عربيات معينه، واللي عايز يساعد يجي لي انا بساعد، ومعايا جروب كبير جدا بنحاول نودي عربيات ونودي حاجات. ارجو اللي عايز يساعد يتواصل ليا ويحاول يساعد معايا، لان هم عايزين حاجات كتير قوي. داخل الشتاء وعايزين بطاطين، فارجو برضو اللي يقدر مسموح له نقدر نعمل لهم، نودي لهم كذا عربيه فيها بطاطين، وكل اللي معاه فلوس يحطها في حاجه هم عايزينها ونوديها لهم. ارجو تعملوا لي لايك وشير بسرعه عشان الفيديو بتاعي بيتقطع بعد، يعني او بيبقى موجود ومش موجود، معرفش ايه اللي بيحصل عنه. اللايك والشير بعد 20 دقيقه من مشاهدته. ويا رب ما يكونش في حرب، ويا رب يبقى في سلام، ويا رب تيجي حل من عند ربنا، ونتمهل كده ويكون خير علينا وعلى جميع المسلمين وعلى اهل غزه بالخصوص. ويا رب تسمعوا كلامي وتحاولوا ان انتوا يعني تقفوا، مش ما حدش يقف حياد، لا يقول رأيه، بس لازم نوعي نفسينا ونوعي كل طبعا البيوت المصرية. نحط شوية الحاجات الخزين بتاع البيوت المصرية ده احتياطي. ده مش معناه ان انا بقول لكم في حرب والله، بس انا بقول احتياطي، ويا رب خير، ويا رب خير علينا جميعا. السلام عليكم.